صباح الحلويات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل اخواتي خارج وداخل مصر، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. نورتوني كده وكترتوني وفرحتوني بتعليقاتكم الجميله. والاول مره يشوف قناتي ما ينساش كده يشترك في القناه ويعمل لي سبسكريبشن قد كده، ويفعل زر الجرس علشان ان شاء الله كده اول ما انزل فيديو يوصلك باشعاره كده. بتعملي ايه يا بنتي؟ رز النهارده على الصبح. الفيديو عسل 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 بجد بجد. الفيديو يستاهل انكم تشوفوه للاخر. اخر الفيديو مليان كده طاقة ايجابية، مليان حلويات. ويا ترى رحت فين بعد ما خلصت الروتين؟ مش هقول لكم رحت فين غير لما تتابعوا كده الفيديو وتشوفوا الفيديو للاخر انا رحت فين. اول حاجه كده صحيت الصبح، لمعت كده المطبخ. دي من العوادي ان انا بعملها دايما على الصبح. حس كده كل ما بحط ايدي فيه بلمعه كده خفيف خفيف. كل يوم لما اجي انضف بقى تنظيف عميق الاقي كده الدنيا يعني مرتاحه شويه في التنظيف. وكان عايزه اقول لكم كان يوم جمعه، وربنا يجعل ايامكم كلها كده هنا وسعاده. وكان يوم جمعة، وكنت اليوم ده بعد ما خلصت الروتين رحت مكان كده، مش هقول لكم برضو انا رحت فين. بص رحنا، يعني رحنا المكان واتبسطنا وفرحنا، وفي نفس الوقت اتصدعت وهلكت وفاض بيا من العيال ويا ماما وهاتي وعايزه اكل وعايزه اشرب. والباص جه الباص ما جاش. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا كنت حاسه ان انا كده كنت في صرع. خلصت كده السلم، ما هو لازم ان انا انضفه قبل ما امشي لان جيراننا كل واحدة بقى تكنسه شوية وكده. فاللي هو ايه يعني انا برضو خليت عندي دم شوية. وقلت هكنسه النهاردة رغم ان انا المشوار بتاعي طويل يعني وكده. بس فقلت لا، لازم كده ان انا يعني اروق الدنيا واظبطها كده. البنات راحوا الدرس، درس القرآن كان الصبح. وجيت عقبالات ما هم راحوا درس القرآن وجم وكده كنت خلاص خلصت ايه الدنيا كلها، وكنت جهزت ورتبت الدنيا وعملت المهم علشان خاطر ايه الحق بقى ايه المواعيد كلها اللي احنا رايحين فيها. السلم الصراحة مش بيبان عليه نظافة، رغم ان هو يعني علشان مباني قديمة فتحس ان احنا بنكنس وننظف مفيش فايدة فيه. تعالوا هنا، بص بقول لكم من جديد انكم وحشتوني. هنا الناس بقى اللي بتقول ان انت بتحطي مونيكير في ايديكي، ده مش مونيكير يا جماعة الخير. دي حنة حمراء وفي حنة سمراء، مش بتفسد الوضوء ولا بتفسد الصلاة. عشان الناس اللي قالت ان هي بتفسد الصلاة وبتفسد الوضوء، لا غلط، غلطانين. الحاجات دي يا جماعة مش بتفسد الصلاة ولا بتفسد الوضوء، دي حنة حمراء. واي حد بيحط حنة حمراء عادي يعني. وكمان الحنة السوداء برضو عادي جدا. هنا البنات كنت يعني بلبسهم عشان يمشوا على الدرس، طلعوا عيني عقبالة ما لبستهم هما التلاتة. طلعوا عين ابويا وعين اللي خلفوني. وهي مخلفة البنات بقى، المثل اللي انتوا عارفينه يعني. حتى دروس في الصيف، في الصيف ايه، حتى الدروس في الاجازة الساعة 7 الصبح. اه يا ناري من اللي جرالي. كنست كده وقلت لهم لازم ننضف الدنيا لان الصراحة كان يعني الوقت اتأخر وكنت عايزة الحق بقى، اللي هو عايزه الحق كل حاجه، فاهمين؟ بس ما كانش ينفع ان انا اسيب الدنيا بايظه. انا من العادات اللي دايما بعملها لما يكون عندي مشوار، لما يكون عندي مكان رايحاه صبح ليل اي حاجه، لازم انضف البيت قبل ما امشي، واجهز كمان الغدا واسيبه كده على البوتاجاز. ولازم لازم عشان كده كده هرجع هدور على حاجه العيال ياكلوها. فبضطر ان انا العيال اشوف لهم اي حاجه قبل ما امشي اعملها لهم علشان لما ارجع وكده. هنا زوزة يا اختي جميله لابسه الاسدال زي ما انتوا شايفين كده. يا اختي عماله تقول لي يا ماما الاسدال قصير. اقول لها لا حلو كده، ان انا اصلا تانياه وكده ففي فتحه عايزه اشيلها منه واطول كده الاسدال شويه علشان يبقى ايه جميل كده. كل شويه تقول لي يا ماما انا جميله وكيوت واموره. اقول لها انتي عسل. انا جميله يا ماما. اقول لها انتي سكر يا زوز. انا جميله يا ماما. اقول لها انتي عسل احسن من ماما. العيل الصغير يا جماعه حسب الحنيه، يعني كل ما تبقى حنينه عليه كل ما تبقي كل ما يبقى غالي عندك. يعني هو يعني يبقى تقول لها مثلا من حبيبك تقول ماما. دي طبعا حسب الحنيه، فاهمين؟
لكن والله بشوف امهات والله قدام عيوني، والله بحلف بالله صدق، بيصغدوا العيل كده وبيحسسوا ان العيل كده يا عيني آه يعني تلاقي الام ابنها ولا بنتها متقعدش جنبها ليه؟ من عدم الحنية. لكن الحنية دي اساس لازم تكون حنينة كده على ابنك، لازم تكوني كده حنينة على بنتك، لازم يبقى في حبة كده شدية شوية، بس مش اللي هي ايه تخليها تكره نفسها يعني. هنا خلاص كده نظفت البيت وروقت الدنيا وعقمت الدنيا ومشينا بقى. اخر الفيديو جمال 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 جميل جمال مالوش مثال. هنا البنات بقى كان عندهم يعني كنا مسافرين اسماعيلية اليوم ده، بس جينا هنا علشان البسهم طبعا في القاعة بتاعت تبع النادي بتاعهم، لازم كده اظبطها. انا كنت اخدلها البدلة طبعا كوياها، انا اللي بكويها برضو يا جماعة، ما بكويش بره يعني، كل حاجة بعملها لهم بايديا، ربنا يا رب يخليهم لي وافضل كده دايما واقفة جنبهم لحد ما اشوفهم كده حاجة حلوة. مسرحه لهم بقى وكويه لهم شعرهم مظبطاهم، لان هما هيروحوا كده هيقابلوا ناس غريبه طبعا، وهيروحوا مكان غريب، فلازم كده الواحده كده يعني تخلي ابنها كده طالع بصورة حلوة. طبعا البدلة دي عليها 7 درجات وما ينفعش ان انا اطلعها يكون شكلها كده اهمال يعني. هنا دخلت الحمام، هنا عمالة اقول للبنت وهاتي فيها، ما كانتش عايزة تلبس الحزام، بقول لها لا لازم تلبسي الحزام لان كل حاجه عليها درجه ولازم تبقي كويسه. هنا بصوا عماله تتشكل في اختها يا لهوي. طلعت عيني برضو، وانا بصوا بس مش بيهون عليا والله، انا اديتها حته قلم كده خفيفه علشان تسكت، علشان عماله تتشكل في اخواتها الصغيرين وكده. في اختها الكبيره، يعني الصغيره بتتشكل في الكبيره. خلصتها كده ولبستها وجيت هنا قعدت جنب مني لحد كده مركبنا بقى العربية. المكان تحفة اللي احنا رايحينه، انا رايحة تبع قناة هيئة السويس تبع القوات المسلحة بتاع مصر ام الدنيا. المكان فخم يعني، عايزة اقول لكم جميل جدا. ديت بقى صاحبة البنات بتقول لي انا حلوة يا طنط، والله انتي قمر انتي كيوت انتي عسل. راحت قالت لي ماشي يا طنط، بوستها كده بوسه. وجينا بقى هنبتدأ ان احنا ندخل كده زي ما انتوا شايفين الصالة الأولمبية للقوات المسلحة. جميلة يا بنات من جوه، هتشوفوها معايا دلوقتي، عسل. المكان كده يرد الروح. طبعا في امن بره، اتفتشنا طبعا مفيش حد بيدخل كده. بعد ما اتفتشنا دخلنا، بصوا بقى الجمال والحلاوة كده، طاقة كده، حاجة كده حلوة. قعدنا كده طبعا لسه الناس ما جاتش، احنا حجزنا مكان هنا علشان الجو بيكون زحمة جدا، واولياء الامور طبعا بيكون كل واحد معاه ولي امره. عملت هنا بقى قاعدة اعمل لهم سندوتشات. طبعا في واحدة في البطاس نازلة مع الكابتن بيظبطها يعني في التمارين، هلاكها. وهنا قعدت كده على جنب. عايزه اقول لكم ان انا العيال يعني الجو ساقع جدا في تكييفات وكده، فايه اللي هو حمدت ربنا ان في اصلا العيال ولادي لابسين يعني الى حد ما يعني شويه ملبساهم شويه يعني حاجه كده تقيله عليهم يعني، لان الجو ساقع جدا وكمان الصاله واسعه وفي هوا جامد جامد يا بنات اليومين دول. وكمان احنا جينا هنا بره، بصوا قعدنا كده يعني نلعب شوية، لعبت شوية مع بنتي، لعبت شوية مع بناتي، لعبهم كده ويعني لازم كده تكون حنينة على ولادك. بصوا اهم حاجة عندي بناتي 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 بناتي، وحط خط احمر تحت بناتي. اللي يحب بناتي كأنتوا كده بيحبني وزيادة، واللي يبقى كويس في بناتي كأنتي كويس فيا طبعا. هنا علم مصر وكم علم كده جنب منهم. وجيت هنا كنا دخلنا الصالة التانية، الصالة المغطاة ديت بتاع برضه قناة السويس، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. فالحمد لله يعني الى حد ما الواحد بيحاول كده ان هو يعمل على اقصى جهد مع العيال دي. بس فجينا هنا لعبنا شوية، اتبسطنا واتبسطت الصراحة، وبسطت البنات اتبسطوا،
وكانوا مبسوطين. كنت اخده لهم سندوتشات، كنت اخده لهم اكل وشرب كده، لان اليوم كله الصراحه طولنا جامد جامد. روحنا حوالي الساعه 10 بالليل، كنت مروحه مهلوكه. بصوا اليوم ده كان الشمس غايبه زي ما انتم شايفين كده، زي يوم ما رحنا البحر بالظبط يعني. فاللي هو يعني اليوم كان جميل، وفي نفس الوقت لا هو شمس ولا هو شتاء ولا هو خريف، هنا بقى الكابتن كان عمال يمرن فيها. ده الكابتن بتاعهم عمال بقى يمرن فيهم، يقول اعملي كذا، افردي ايدك، افتحي ايدك كده يعني. الصراحة بيكون تعب جدا على العيال، الصراحة بيكون هدة حيل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.